موقع الشيخ ياسر الدوسري يقدم. بدأت القصة في مدينة الخرج عندما ولد الشيخ حفظه الله. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. القرآن نحيا بانسجام وإشراق يفيض على الدوام. عاش حياته بين أحضان حلق القرآن، ارتقت همته إلى السماء ليعزم على حفظ كتاب الله، فكانت البداية وهو في سن 6 من عمره ليسدد الله خطاه ويحقق مناه، ليختم القرآن لأول مرة في مرحلة 3 متوسط. الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو. هذه البداية التي أثمرت قارئا من أشهر قراء المملكة العربية السعودية بل على مستوى الوطن العربي. اجتمعت حروف اسمه لترسم النموذج المثالي للعزيمة والإصرار، الشيخ ياسر ابن راشد الدوسري حفظه الله. قد أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن نلت شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان ذلك عام 1423، ثم انقطعت قرابة 6 سنوات، ثم عدت بفضل الله إلى الدراسة في المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن، والآن بقي لي تقريبا شهر وأنهي إن شاء الله الماجستير، وأكمل إن شاء الله في نفس المعهد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأكمل إن شاء الله الدكتوراه. وكان حصيلة هذه السنوات عدة بحوث، والذي من ضمنها رسالة الماجستير التي هي الضوابط الفقهية في السبق والجعالة، أيضا كذلك بحث في زكاة الأسهم، بحث في التعزير المعنوي، بحث في المقاولات، بحث في التوريد، بحث في أحكام الشهيد، إلى غيرها من البحوث، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. في سماء ويهمي النور من فيض التسامي. عاش حياته كغيره من الناس، لم تثنه متطلبات الحياة أن يواصل سيره في تعلم كتاب الله. به الأرواح تصفو كالغمام به. في الحقيقة أحاول أن أطبق حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه مع أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه، حينما قال له أبو سلمان الفارسي، قال: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. بناء على هذا قسمت الحياة إلى ملفات: ملف عبادي، ملف اقتصادي، ملف أسري، ملف دعوي، ملف وظيفي، ملف صحي، ملف اجتماعي. قسمتها وحاولت أن أرسم التوازن بينها وأعطي كل ذي حق حقه، وهذا لم آتي به من عندي، وإنما هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي رسم أجمل لوحة في التوازن. به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن. في سورة هود جاء توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية من حيث التطبيق، كيف طبق أقوام الأنبياء، كيف طبقوا هذا التوحيد. ويهمي النور من فيض التسامي مع القرآن ترتيل. وبعد هذه المسيرة الحافلة بالنجاح والمتميزة، يا ترى ماذا بقي في جعبة الشيخ حفظه الله؟ الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن. لدي أمنيتين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرهما. الأولى قريبة والأخرى بعيدة. أما القريبة فهي تنزيل مصحف
كامل مرتل بصوتي في التسجيلات الإسلامية، وهذه قريبة إن شاء الله في غضون الشهرين القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى يرى المصحف النور. أما البعيدة فهي تسجيل تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى تفسيرا كاملا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره حتى يكون ذخرا لي بعد وفاتي. به الأرواح تصفو كالغمام، به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن.